السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسمع دلوقتي تعليق ناري جدا من الإعلامي محمد شبانة على التصريحات النارية اللي طلعها هاني زاد عضو نادي الزمالك السابق. طلع فضائح كبيرة جدا على نادي الزمالك. هنسمع شبانة هيقول ايه ونرجع تاني لحضراتكم. اسمعوا الفيديو للآخر. المهندس هاني زاده عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق عمل لبشة تصريحات لبشة. عارف لبشة القصب؟ عمل لنا لبشة تصريحات والمشكلة التفاخر في التصريحات. يعني أحلى حاجة إنك تدي تصريحات كلها غلط وكلها مجاملات وانت مسؤول، واخد بالك؟ وبعدين تتباهى وتتفاخر وتبقى متضايق ان نادي الزمالك مش مقدر ده، لدرجه انه يعني انا شفت تصريحات هاني زاده، المهندس هاني زاده، على كمان المواقع بتاعت القنوات الاخباريه على مستوى الوطن العربي زي الجزيره والعربيه وكده. اه والله، ما هو معاش مصدق. يعني راجل كان رئيس منطقه الجيزه طالع علنا كده قدام كل الناس يقول لك فيما معناه يعني جاملت الزمالك وما تمرش. اما جم يعملوا منطقه جديده للجيزه ما اختارونيش الزمالك رئيس المنطقه، واتاري اتحاد الكوره بيستاذن الزمالك في رئيس المنطقه بتاعت الجيزه ويستاذن الاهلي في رئيس منطقه القاهره. طبعا ما كناش نعرف، قال لك اتحاد الكوره بيستاذن. فلما راح يستاذن الزمالك فهاني زاده يكمل، كان وقتها ممدوح عباس رئيس النادي، قال لا هاني زاده لا. يا نهار ابيض، متضايق جدا. ليه بقى متضايق؟ قال لك بعد اللي انا عملته للزمالك. ايه يا سيدي اللي انت عملته للزمالك؟ قال لك ده انا شلت بلاوي سودة. باللفظ باللفظ. ليه يا عم؟ قال لك تقارير حكام كانت بتدين لعيبه، وتقارير حكام كانت بتدين مدربين، وكنت اجيب الحكام اقعدوا عندي واقول له عشان خاطري. وفي مدرب من الزمالك كان هيتشطب او خد شطب وجبت الحكم قلت له عشان خاطري، الله يخليك الله يخليك الله يعمر بيتك. واشتغلت للزمالك طول فترتي. يعني عملت لهم الحاجه الوحيده اللي ما عرفتش اعملها موضوع جده، لما كان محمد ناجي جده عليه خناقه بين الاهلي والزمالك قبل 2010، قبل كاس الامم في 2010. كان لاعب في الاتحاد السكندري وكان عليه خناقه بين الاهلي والزمالك، والموضوع حتى راح النيابه، وفي الاخر الزمالك ساب اللعيب للاهلي. وراح النيابه وقال لك اصل الكابتن حازم امام كان وقتها عضو مجلس اداره في الزمالك وماضي على ورقه ايه، والورقه دي فيها طعن بالتزوير، قصه كده كانت كبرت. هاني زاده ما عرفش يحلها عشان راحت النيابه. عارف لو ما راحتش النيابه كان عمل احلى شغل. ده هو اللي بيقول انا مش مصدق والله العظيم. انا لدرجه حد بعت لي ال السكرين شوت من الحاجات اللي نزلت التصريحات دي، كنتش مصدق. فدخلت بقى اتاكد. تخيلوا التباهي، التباهي بان انت تخالف كل قواعد الامانه المهنيه. يعني وانا موجود في مكان بديره في حاجه اسمها امانه اداريه، امانه مهنيه، بس دي بقت غايبه يا جماعه، مش مكانها، مش موجوده. لازم ابقى ابسط شيء ابقى امين في اتخاذ القرار، ابقى امين في طرح القضايا، ابقى امين ومحايد. لا، ده قال لك ده انا ياما وياما 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 قعد يميم علينا كده. وبعدين قال لك واخر خدمه معرفش ايه. ليه؟ قال ايه؟ الزمالك ما رضيش يجيبه تاني. وتخيل راح جاب واحد من الترسانه بجنيد حطوه مكاني عشان انا ما اجيش. لا والله تصريحات صادمه. ده المفترض الوسط الرياضي يقرر من نفسه كده حاجه كده لازم تبقى يعني ضمن. يعني انا اما شفنا القرارات الاخيره بتاعت الاتحادات، سيبك من تحويل 4 اتحادات للنيابه بس القرارات الاخيره فيها ابعاد زي دي. الاتحادات اللي اساءت للرياضه تتلفظ. يعني فاكرين القصه بتاعت البنت شاهد بتاعت الدراجات؟ خلاص الاتحاد بتاعها ده مش هيجي تاني برئيسه ببابا غنو كله.
بتاع الالعاب القوى، لما الواد قال بتاع العاب القوى قال ده انا ما عنديش مدرب، والراجل طلع اتريق عليه رئيس الاتحاد. ما اعرفش الاتحادات دي انتهت، اساءت للرياضه. طب فما بالك ده اللي بيقول لك ده انا، يعني انا مش مصدق، انا مش مصدق ان ده اتقال واتنشر واعلن وماشي عادي كده، يعني بجد يعني. فالمفترض خلاص يعني دي طبعا سقطة في التصريحات كبيرة جدا. طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا ده طبعا الكلام اللي قاله الكابتن شبانة وتصريحات هاني زادة اللي فضحت نادي الزمالك، وكان هو طبعا بيجامل نادي الزمالك. طبعا زي ما سمعتوا كان طبعا الكلام كان بيطلع يتقال ان النادي الاهلي بيجاملوه الحكام وبيتجامل في اتحاد الكوره. دلوقتي هاني زادة واحد منهم اهو كشف فضايح كبيره جدا عن نادي الزمالك. زي ما حضراتكم سمعتوا كان ده الرد بتاع الكابتن شبانة طبعا عليه وعلى تصريحاته. يا ريت حضراتكم ما تنسوناش بعد ما سمعتوا الفيديو كامل، ما تنسوناش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد، وما تنسوش برضو تحطوا لنا رأيكم في الكومنتات على الكلام اللي قاله الكابتن شبانة على تصريحات هاني زادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.